ازيك يا سعيدة يا اختي؟ الحمد لله على كل حال يا فرحان يا اخويا. تحبي موضوع النهاردة يكون عن ايه؟ عن غلو الاسعار. اديك شايف الاسعار انطهت جزي، والحاجة اللي كانت بجنيه بقيت ب5.25، والناس ماشية تكلم نفسها، والدولار مش راسي على حل. بلا دولار بلا ما دولارش. شوفي يا سعيدة يا اختي، احنا ناس على كد حالنا وما نعرفوش حاجة عن الاقتصاد والتعويم والكلام الكبير ده، لكن هحكي لك قصة صغيرة وفيها الحل. زمان جه راجل يشكي راجل صالح من غلو الأسعار، فرد عليه الراجل الصالح وقال له: والله لو بقيت حباية القمح بدينار ما يهمني، ربنا أمرني إني نعبده ووعدني إنه يرزقني. ولما نقول راجل صالح فده معناه إن راجل عادي زينا، ولكن كان بيتقي ربنا ويطيعه ويعمل حساب الآخرته ويراعي ضميره. كل زمن فيه الصلاح والفساد يا اختي، وعشان نتغلب على الفساد لازم كل واحد يتغلب على نفسه. الله، ده انت هتقول كلام حلو ها. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استنونا بكرة في نفس الميعاد في موضوع جديد. نشوفكم على خير.